ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل طبق حلو قوي مشبع جدا. قطعه واحده منه مع شويه سلطه بنحس ان احنا فعلا شبعانين. كله طبقات كده وحاجه خطيره. هنعمل فطيره الفراخ بالاجبان. بجد وصفه رائعه حلوه قوي، مشبعه صحيه. تحضيرها ما بياخدش وقت، كمان ما بتاخدش وقت في سوا في النار، وكمان طعمها وشكلها بجد خطير. اتمنى تجربوها واتمنى الوصفه تعجبكم. اول حاجه عندي طاسه سخنه على النار، احط عليها معلقتين كبار من زيت الزيتون، وهنزل بحوالي نص كوبايه من صدور الفراخ المتقطعه صغير قوي. هبدا اقلب فيهم كويس كده واغطي عليهم واهدي النار شويه. واول ما تبدا الفراخ كده ان هي تستوي معايا هبدا انزل بقى البهارات بتاعتنا عليها. عندي نص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، نص معلقه صغيره من البهارات، نص معلقه صغيره من البابريكا، ونص معلقه صغيره من الملح. هقلب كويس بقى الفراخ بتاعتي لغايه ما تندمج كده في البهارات ويبقى ريحتها تطلع كده وتبقى خطيره. هقلب كويس وهفضل كده هدي النار لغايه ما تكمل سوا. اول ما تكمل سوا وتاخد اللون البني الحلو كده ده، هبدا ارفعها من على النار واكمل بقيه الطبق بتاعي. عندي بقى طبق كبير هحط فيه ربع كوبايه من الجبنه الموتزاريلا او الجبنه الشيدر او الجبنه الرومي. بعد كده عندي ربع كوبايه من الجبنه الفيتا، وبعد كده هنزل بنص كوبايه من الذره الحلوه، وهحط ربع كوبايه من الزيتون. بعد كده هحط نص كوبايه من الفراخ، الصدور الفراخ اللي احنا مشوحينها، وهحط ربع كوبايه من البقدونس يكون متقطع صغير. وبعد كده هتبلها بقى بنفس تتبيله البهارات بتاعه الفراخ. هنحط معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، نص معلقه صغيره من البهارات، نص معلقه صغيره من البابريكا، ورشه ملح. هقلب كويس بقى لغايه ما الجبنه الفيتا تبدا تندمج كده هي والجبنه الموتزاريلا مع الخضار. هبدا اقلب كويس جدا. مش قادره اوصف لكم الخضار هنا ريحته وطعمه بجد حلو قوي، شكله كمان جميل جدا. هبدا اقلبهم كويس كده لغايه ما الجبنه الفيتا تندمج في كل المكونات كده. خلاص تمام. نبدا بقى نكمل الطبق بتاعنا. عندي طبق هحط فيه 3 صفار بيض، هحط عليه ربع كوبايه من الحليب وربع كوبايه من زيت الزيتون، وهقلب كويس. اول ما احس ان الصفار اندمج مع الحليب والزيت، عندي بقى كوبايه من دقيق الشوفان، وهقلب كويس. هنزل بيها شويه شويه كده واقلب كويس. بعد ما خلاص كده اندمج كل بقى الشوفان مع الصفار والحليب والزيت، عندي طبق تاني هحط فيه بقى 3 بياض البيض من اللي احنا فصلناه عن الصفار، وهحط عليه رشة ملح صغيرة. بعد كده هبدأ اضربه بقى بمضرب البيض الكهربائي لغاية ما يبدأ يفتح معايا ويعلى كده، ويكون عندي زي كده زي التلج كده، يبقى ثابت في الطبق. ما نقلب الطبق كده ما يقعش مننا. بس نقلب الطبق كده ما يقعش مننا كده. بقى كده البياض جاهز. هبدأ انزل عليه الصفار بقى شوية بشوية كده، واقلب من فوق لتحت من تحت لفوق كده عشان الهواء، وهبدأ انزل تدريجيا الصفار. الفطيرة دي لو جربتوها هتبقوا مدمنينها من كتر ما هي طعمها حلو قوي. الذرة كمان فيها بيبقى ليها طعم كده خطير، بتبقى كده فلافي كده وخفيفة، مش بتبقى فطيرة كده ملكومة، بتبقى حلوة قوي. بتمنى بجد تجربوها لان هي فعلا طعمها خطير. قطعة منها مع شوية سلطة فعلا بنحس بشبع رهيب.
وهي كلها خضار كده واجبان، فبجد صحيه وحلوه قوي، وفيها بيض بروتين، فهي بجد خطيره، اتمنى تجربوها. هقلب كده من فوق لتحت بالطريقه دي. بعد ما اخلص خلاص كميه الصفار، عندي بقى البايركس بتاعي او اي قالب انتوا تحبوا تحطوها فيها، دهنتها دهن زيت زيتون وبطنتها بشويه دقيق شوفان حلو قوي عشان اقدر اطلعها بسهوله. حطيت كده في القاع من تحت مغرفه كده من خليط البيض اللي احنا عملناه. هبدأ كده افرده واسويه على البايركس كله. احنا هنعمل 3 طبقات، 3 طبقات من الخليط البيض وطبقتين من الفراخ من الحشو. هبدأ بقى اسويه كده في البايركس كله بالطريقة دي. وبعد كده هبدأ احط بقى حشو اللي احنا حشيناه، الذرة والفراخ والاجبان بالمعلقه كده بسيط عشان ما يندمجش الخليط البيض مع الفراخ. فبمعلقه صغيره كده هبدا بس ايه احط الحشو كده من فوق، ما اقعدش اقلب جامد كده، بس بالمعلقه كده بس. وبعد كده احط طبقه تانية من خليط البيض وهسويه برضو بالشكل ده لغايه ما يغطي الفراخ تماما. بعد كده هحط اخر طبقه بقى من الفراخ. هبدأ برضو ارص الفراخ كده عشان بالراحه، عشان الطبقات ما تخشش على بعض. بعد كده احط اخر طبقه بقى من خليط البيض وهبدأ اسويه. انا في الفتره دي هكون مسخنه الفرن على درجه حراره 180، وهحطها مده 35 دقيقه او تلت ساعه. وطبعا نخلي بالنا بس من الفرن، لان طبعا حسب الفرن بتاعنا. انا رشيت من وش كده برضو جبنه موتزاريلا ودخلتها على الفرن درجه حراره 180، خدت حوالي 35 ل 40 دقيقه. وطبعا نراقب الفرن بتاعنا، مش قادره اقول لكم بقى عشان احنا كمان بطلنا القالب بتاعنا كويس، فطلعه حلوه قوي، واخده وش جميل، طبقات رهيبه، الذره فيها والاجبان